رجعنا وياكم ومستمرين بحلقتنا لهذا اليوم من شباب عراقي. وصلنا الى فقره بانوراما، ومن اني موجود يعني بانوراما سبورت وياكم ميلاد تضحك. اليوم نتحدث على شخصيه عظيمه، شخصيه تاريخيه. كل يوم نتحدث على دوري، لا اليوم حبيت اخصصها على شخصيه رياضيه عراقيه. منو هاي الشخصيه الرياضيه العراقيه اللي انا هيك قلت شخصيه عظيمه وشخصيه تاريخيه؟ اكو انشوده يرددها اهالي منطقه الكسره، الكسره مصنع الابطال وعلى راسها التمثال. هذا هو التمثال اللي انا اقول لكم عليه، الكسره مصنع الابطال وعلى راسها التمثال. التمثال هو للراحل الكبير جميل عباس الملقب بجمولي او ابو عصام مثل ما يحبوه ينادوه اهل المنطقه. نبدي ويا جميل عباس اللي انولد سنه 1927. لعب بمنطقة الكسرة، منطقة الكسرة موجود بها ملعب الكشافة مثل ما تعرفون أقدم ملعب بتاريخ العراق. خلف ملعب الكشافة اكو ساحتين مثل ما نسميها احنا اليوم ساحات ترابية، ملعبين بها يلعبون شباب الكسرة. تدرج من هاي الملاعب إلى أن صار بمنتخب المدرسة، منتخب المدرسة مالته اللي منطقة العواضية، منطقة العواضية هي بجانب منطقة الكسرة. بعدها انتقل إلى نادي الأعظمية، لعب النادي الأعظمية فترة إلى أن صار سنة 1947 جميل عباس هو واحد من مؤسسي فرق الجيش، دوري الجيش اللي كان موجود انذاك بذاك الوقت، واحد من مؤسسي فريق الجيش العراقي. بعدها سنة 1950 عضو كان من مؤسسي المنتخب الوطني العراقي، أول منتخب وطني عراقي بتاريخ العراق سنة 1950 كان الجميل عباس له دور بهذا التأسيس. إذا صار جميل عباس بالمنتخب الوطني العراقي. أول شارة كابتن حملها الكابتن جميل عباس للمنتخب الوطني من 1950 لحد 1966. جميل عباس هو كابتن المنتخب الوطني العراقي. طبعا اكيد الجميل عباس ثلاث اخوان، جميل عباس من عائله رياضيه، ثلاث اخوان هو اسماعيل وابراهيم وعندنا اخ ثالث عنده نوري. نوري كان حكم دولي، واسماعيل لاعب مميز، وابراهيم كان بطل بالقفز. اذا جميل عباس تدرج من عائله رياضيه معروفه. جميل عباس مثل ما ذكرنا لحد 1966 هو اعتزل الكرة، لكن بهاي المسيرة من 16 سنة إلى كثير من الإنجازات وإلى كثير من الألقاب اللي حصل عليها. أول لقب حصل عليه جميل عباس، الألقاب ليس البطولات أقصد بها، الألقاب مثل ما يسموه السد العالي. السد العالي درجت من جميل عباس. بعدها صار كثير من اللاعبين يطلق عليهم اسم السد العالي مثل الكابتن سمير كاظم والكابتن حمزة هادي والى اخره. كثير من اللاعبين علي كاظم كذلك، كثير من اللاعبين سميوا بالسد العالي. طبعا كان مركز الكابتن جميل عباس اللي هو مدافع اوسط، احنا نسميه اليوم متاخر او شبه وسط، بهذا المكان يسموه هو الكابتن جميل عباس. ليش اطلقوا عليه السد العالي ومنو اطلق عليه السد العالي؟ بدورة الجيش اللي قامت في عفوا بالبطولة العربية اللي قامت لعبنا ضد المنتخب المصري. الصحافة المصرية لما شافوا هذا اللاعب انه قطع كثير من الكرات وانه المهاجمين المصريين ما قدروا يوصلون الى هدف المنتخب العراقي، اطلقت الصحافة المصرية عليه اسم السد العالي، ومن بعدها صار هذا الاسم درج مثل ما قلنا الى كثير من اللاعبين صاروا يسمون بالسد العالي. الملك فيصل الثاني بالبطولة بطولة الجيش اللي كانت في طهران بعد ما اخذها المنتخب العراقي، طاء رتبة ملازم. تعرفون انتم يعني هو لاعب كرة قدم ومدني، لكن الملك فيصل لما شاف مكانته بالمنتخب والقوة اللي عنده، القوة الجسمانية والقوة البدنية، اعطاه رتبة ملازم. زين، لما سألوا الملك فيصل قال له انت ليش اعطيته هاي الرتبة؟ قال انا اعطيته هاي الرتبة مو للجهود اللي قدمها بالملعب ولا لامكانية الملعب، لكن اعطيته هاي الرتبة الى اخلاقه العالية جدا جدا. اذا كان انسان خلوق جدا جدا ويا اصدقائه اللي بالملعب وحتى في المنطقه. لما يتحدثون اليوم اي احد يتحدث على جميل عباس اللي هو معروف طبعا جمولي، احنا نسميه جمولي، لما يتحدثون عليه راح يقولون صاحب اخلاق عاليه، صاحب مكانه عاليه جدا جدا بالمنطقه وحتى بين اصدقائه وبين كل اللاعبين اللي كانوا وياه. عندنا القاب كثيره، احرز بطوله العرب مرتين اللي كانت واحده منهن في بيروت والثانيه في ملعب